بسم الله الرحمن الرحيم. هناك أمران إما أن تكون فيهما معنا أو تكون ضدنا وعلينا. الأمر الأول جماعتنا في طاعة أميرنا التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، رواه البخاري. فهذه لا خيار لك فيها، ينبغي أن تظهر السمع والطاعة ولزوم جماعة المسلمين في طاعة الأمير. هذه ما فيها خيار ديني ولا فيها قول آخر ولا فيها مجال للنزاع أو الخلاف، لا سيما في هذه الظروف. الأمر الثاني الديني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، جماعة الصحابة، فهذه لا يجوز لأحد أن يبني دينه على غير ذلك. أما ما يسوغ فيه الخلاف هو ما تعددت فيه أقوال الصحابة في الدين: المسح على الخفين، مدته، القبض بعد الركوع، إلى آخره. أما في أمر الدنيا لا، أنت تختار طبيب، أنا أختار آخر، أنت تختار نظام غذائي، أنا أختار آخر، إلى آخره. أما في هذه الأزمة وفي هذا الأمر ثم تفتح لسانك، لا، هذا مرفوض، كما يقال سندا ومتنا. أبناؤنا أصابعهم على الزناد وأنت تتفلسف، لسنا بحاجة لعقلك ولا لتحليلك. فقد كفانا ولاة أمرنا جزاهم الله خير ووفقهم الله المؤنة والمسؤولية، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن منازعاتهم. فأكرم نفسك بسكوتك ولا تتكلم إلا بما فيه فائدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. أما أن تستغل الحرب أبشع استغلال للترويج لمذهبك الخاص في الخلاف أو نهجك المنحرف في الجماعة والاجتماع، فأنت ضدنا حتى لو قلت أنك معنا.